حاجة ممكن تخلّيك حزين ومش قادر تشوف الخير اللي أنت فيه هي الندم، وللأسف يا صديقي كتر الندم هيخلّيك مش مركّز غير مع اللي ضاع منّك، ودايمًا هتحس إن الحزن مسيطر عليك، وعلشان كده النهارده هاقول لك إزاي تتعامل مع إحساسك بالندم تجاه أي شيء ضاع منّك، فتابع معايا للنهاية لعلّك تستفيد. مبدئيًا كده خلّينا متفقين إن الإحساس بالندم دايمًا بيكون إحساس مُتعب ومش مُريح، ويمكن أكتر حاجة ممكن تندم عليها في حياتك إنك تكون شخص بتحب تساعد غيرك وما بتسيبش أي حد محتاجك، وعلى الرغم بقى من كل اللي أنت قدّمته من خير وعطاء، بتلاقي إن أول حد بيتخلّى عنك هو الشخص اللي أنت عمرك ما اتخلّيت عنه، وللأسف يا صديقي ده بيكون أشد أنواع الندم، لأنه بيكون ندم مصحوب بحسرة وبيحسّسك دايمًا إنك حزين على نفسك، وبتتمنى إن اللي غلط في حقك ده يندم أو يرجع أو حتى على الأقل خالص يعتذر، أو من الآخر وبمعنى أوضح يقدّر قيمة النعمة اللي كانت في إيده وراحت منّه، وفي الوقت ده بتلاقي كلام كتير جدًا ممكن يدور في دماغك، أنا شخصيًا كنت باقوله علشان أصبّر بيه نفسي، كلام بقى من عينة إنه هيعرف قيمتي مع الوقت حتى لو عدِّت سنين، أو مسيره هيرجع في يوم من الأيام ندمان إنه خسرني، وللإنصاف الكلام ده أحيانًا بيكون حقيقي بنسبة كبيرة وممكن يحصل، وللأسف ممكن برضه ما يحصلش، والشخص اللي غلط في حقك لا يندم ولا يرجع ولا يعتذر ولا حتى يقدّر قيمتك ولا يعرفها من أساسه، وعلشان كده أحب أقول لك الندم، الرجوع، الاعتذار أو عدمهم مش هيفرقوا في أي حاجة، وسواء حصلوا أو ما حصلوش الناتج هيفضل صفر على الشمال، زيهم زي الشخص اللي غلط في حقك بالضبط، فلا تستنى رجوع ولا تستنى اعتذار ولا تفكر أصلًا في الحدوتة، عدّيها وانتهينا، وافتكر دايمًا إن الناقص هو اللي بيتصنع الوِد والمحبة علشان ياخد مصلحته من حضرتك، وبمجرد ما بتخلص المصلحة الأقنعة كلها بتقع والوشوش الحقيقية بتبان، ومن الآخر بقى سواء كان ندمك على علاقة أو مشروع أو شغل أو حتى فرصة مختلفة، فندمك هيكون ليه نتيجتين، واحدة سلبية والتانية إيجابية، الإيجابية إنك هتتعلم منه وهتركز في اللي جاي، أما بقى السلبية إنك هتضيع وقت وطاقة ومجهود على الفاضي، وندمك على اختياراتك أو طريقة تفكيرك في أي مرحلة من مراحل حياتك هو اللي هيخليك تفهم وتركز في كل تجربة جاية، وهتبدأ تلقائيا تحللها علشان ما ترجعش تكرر نفس الغلط مرة تانية، فالندم مش دايما بيكون وحش، ولكن بلاش تطول وتبالغ في الندم علشان ما يكونش ضياع للوقت والمجهود والعمر على الفاضي، وخليك عارف ان كل موقف او اختيار حضرتك اخدته زمان ولما كبرت ندمت عليه كان مجرد مرحلة ولازم تمر بيها، اعتبره مشهد لازم تشوفه علشان تفهم الدنيا ماشية ازاي، او طريق ضلمة ومهم جدا انك تمشي فيه علشان تعرف قيمة النور بعد كده، وربك سبحانه وتعالى بيحطك في المواقف دي علشان يختبر مدى صبرك ويكشف لك مدى إدراكك، فكل ما حضرتك هتمر بلحظة ندم على شيء معين هتكتشف إنك كنت غلطان، وهتعرف إنك مهما كان عندك علم وخبرة ودراية أنت برضه لسه جاهل، وده هيخليك ما تتكبرش إنك تسمع نصيحة من حد معين أو تتعلم، وبرضه هيخليك تعرف وتثق إن حكمة وتدابير ربك سبحانه وتعالى أبلغ وأعظم من أي حد، ويسعدني أقول لك إن ربك سبحانه وتعالى بالمواقف دي بيجهزك للشخص اللي أنت نفسك تكونه بعد 10 سنين مثلا، فلما تكبر وتيجي تقيم موضوع معين أو حتى لو بتنصح أخوك أو ابنك هتقول له الدراسة مهمة، الشغل قيمة، التصرف كذا صح والتصرف كذا غلط، وهنا كل الخبرة والدراية دي ما جاتلكش صدفة ولا ببلاش، لا دي جت بشكل مباشر كنتيجة للأخطاء اللي حضرتك عشتها أو شفتها مع غيرك، فالإدراك والنضج بتدفع ثمنهم غالي جدا وأحيانا بيكون من عمرك، والتجارب الصعبة اللي حضرتك بتمر بيها هي اللي هتمهد لك طريقك للوصول، والوعي اللي انت بتكتسبه النهارده من ندمك على قرارات غلط هو هيكون الحصن اللي تقدر تحمي بيه مكتسباتك بكره، فبلاش تضيع عمرك في الندم، وافتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وان اجتمعت الجن والانس على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وده معناه إن النفع والضرر وكل شيء في حياتك بإيد ربك سبحانه وتعالى، فتوكل على الله وبلاش تسمح للندم يسيطر عليك، وفي النهاية أحب أقول لك إن الندم حاجة مهم جدا إنك تمر بيها، وإنت بقى اللي بإيدك تحدد هل إذا كان هينفعك ولا هيضرك، ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي، اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي، وبس كده أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.